بناتي الحلوين من أول 17 سنة و16 وكل البنات اللي لسه في فترة الدراسة، لو سمحتِ يا حبيبتي أي حد معاكِ زميلتِك صاحبتِك في المدرسة هي ما إلا إنها زميلة، ما ينفعش أقول لمجرد إن إحنا مع بعض في الدروس بقت دي صديقتي، بقت توأم روحي وكل حاجة جوه حياتي أبتدي أقولها لها، ده ما ينفعش نهائي. ليه ما ينفعش؟ لإن أسرار بيتي ما ينفعش أطلعها برّه، حياتي الشخصية ما ينفعش أطلعها برّه. خلافات ماما وبابا ما ينفعش أطلّعها برّه، أسرار إخواتي ما ينفعش أطلّعها برّه، لإن إحنا لسه مين قال لِك إن الإنسانة دي هي اللي ينفع تقدري إن أنتِ يعني نقول إيه، تأمنيها على الكلام دوّة، وتأمنيها على أسرار وتبقى كأنها عايشة معاكِ. هل أنتِ حضرتِك فعلًا عملتِ معاها اختبرتيها في كذا موقف؟ هل أنتِ فعلًا عارفة إن أفعالها بتقول إن دي شخصية ينفع تدّيها الثقة؟ غير كده طب ما تخلّينا نفكّر بطريقة تانية، إحنا كلّنا مع بعض 3 سنين بتوع إعدادي والّا بتوع ثانوي، كده كل واحدة فينا داخلة في جامعة شكل، فالحياة طبيعي هتفرّقنا، أنا ليه أبقى ماشية وسايبة ورايا حاجات ممكن في يوم من الأيام تتمسك عليّا على فكرة؟ ليه في يوم من الأيام أطلّع ماما لو هي في خلاف بينها وبين بابا الناس كلّها تبقى عارفاه، وأنا ليه؟ ليه آجي في يوم وأنا مش ضامنة أي شخصية قدّامي ممكن بعد كده إنها تستغل ده أو تستخدمه ويبقى نقطة ضعف لينا وعلينا، ويبتدي ممكن بعض الكلام تكوني أنتِ بتقولي كلمة بصفو نية تبتدي الموقف دوّة يتحكي. الحاجة التانية، مين ما قالكيش إن هي فعلًا الكلام اللي أنتِ بتحكيه دوّة ما بيتحكيش لحد تاني؟ يبقى أنتِ مش بقت بس القصة معاها، ده أنتِ كده بقت مع كل الناس، أنتِ تعرفي منين؟ هتقولي لأ دي صاحبتي ولا يمكن إنها تطلّع برّه، عرفتِ منين يا حبيبتي؟ الثقة ما بتتبنيش في يوم و2، الثقة بتتبني في سنين، الثقة بتتبني في سنوات طويلة وبتُهدم في لحظة على فكرة، في دقيقة، دقيقة الثقة بتتهدم، إن أنا أبقى أحكي لها حاجة وألاقي كل الناس عارفاها أو أبُص ألاقي الناس بتبُص لي بحاجة تانية. خلّي بالِك وثقي في نفسِك دايمًا وخلّي بالِك من نفسِك.